أهلا بكم مجددا على قناة فيلم في برشامة. اليوم سأعرض لكم فيلم كوميدي درامي أتمنى أن تستمتعوا به. يستيقظ رجل ياباني يرتدي بيجامة ملونة في غرفة بيضاء فارغة بلا أبواب أو نوافذ ولا حتى سقف واضح. عندما يقترب من أحد الجدران لإلقاء نظرة عن قرب يجد شيئا غريبا يبرز منه، بروز على شكل عضو ذكري. بعد الضغط عدة مرات عليه يتسبب هذا في خروج مئات الملائكة الصغار الضاحكين من الأرض والجدران، ويبقون هناك لبضع ثوان فقط قبل أن يعودوا من حيث أتوا. شيء واحد يتركونه ظاهرا، ومع ذلك الآن تبرز جميع أعضائهم من الحائط والأرض. هذه هي المرحلة المعروفة باسم التعلم. بينما يشم الإصبع الذي استخدمه للمس الزر ذو الشكل الغريب، يصرخ الرجل خوفا متوسلا للمساعدة من أي شخص قد يكون موجودا، ولكن هذا بدون جدوى. يقرر أن يبدأ بالضغط على الأزرار المختلفة ليرى ماذا سيحدث، وفي كل مرة يفعل ذلك يسقط شيء عشوائي مختلف في الغرفة، من فرشاة أسنان صغيرة إلى مزهرية كبيرة. بالضغط على نفس الزر مرة أخرى يحصل على نفس الشيء، فيبدأ بالضغط على زر معين ويمنحه كومة كبيرة من عيدان تناول الطعام. لكن تسليته لم تدم طويلا. عندما يضغط على الزر المجاور لزر عيدان تناول الطعام تخرج عربة صغيرة من الحائط وتضربه في ساقيه. الزر التالي الذي يضغط عليه بعد الصراخ من الألم يتحول إلى مؤخرة، مما يخرج الغازات على وجهه. بعد ساعات جمع الرجل مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأشياء العشوائية في الغرفة، وعندما يرمي الكرة على الحائط يضغط على زر يمنحه السوشي. هذا يثيره لأنه كان يشعر بالجوع، لكنه يدرك أنه يحتاج صلصة الصويا. يطلب من خاطفيه ذلك، ولكن كما هو الحال دائما لا يحصل على إجابة، لذلك يضغط مرارا وتكرارا على أحد الأزرار حتى يصبح أمامه مجموعة من السوشي، ولكن لا يزال لا يوجد صلصة. يستسلم الرجل ويبدأ في تناول السوشي الذي يجده لذيذا إلى حد ما، وبمجرد الانتهاء من القطعة الأخيرة يضغط على الزر للحصول على المزيد، ويغضب عندما تظهر أخيرا زجاجة من صلصة الصويا. بعد دفع الزجاجة بغضب بعيدا من أمامه يضغط على زر مختلف ويحصل على نظارات ثلاثية الأبعاد، وعندما يرتديها يتمكن من رؤية ملاك صغير يشير إلى عضوه، ويسعد الرجل لأنه يعتقد أنه ربما وجد الإجابة. ومع ذلك بعد الضغط على هذا الزر بالذات كل ما يحصل عليه هو العد التنازلي ومؤخرة عملاقة تظهر من الأعلى لتلقي الغازات فوقه. بعد بضع ساعات يقرأ 5 مجلدات عن المانجا يجدها مسلية للغاية، ولكن عندما يضغط على زر للحصول على المجلد السادس يحصل على السابع بدلا من ذلك. يشعر بالإحباط فيبدأ في تجربة أزرار أخرى، والتي تعطيه 8 و9 ولكن لا يزال لا تعطيه 6. ومع ذلك فإن الزر الأخير الذي جربه كان به مفاجأة مهمة بالنسبة له، فهو يفتح قسما من الحائط يخفي خلفه بابا. يحتفل الرجل بهذا الاكتشاف، ولكن في حماسه يفقد المسار الذي يفتح به المخرج. يجرب أحد الأزرار عشوائيا ويرى فجأة رجل قبيلة أفريقي يركض من حائط إلى حائط، والجدار التالي يسقط الماء على رأسه. يتضح أن الزر الثالث هو الذي يحتاجه، وبمجرد أن ينفتح الحائط يركض إليه فقط ليراه مقفولا أمامه. تنتهي محاولته الثانية بنفس الطريقة، ثم يدرك أن الباب يظل مفتوحا طالما أن طرف العضو لأسفل، لذلك يبدأ في تجربة طرق مختلفة لتحقيق ذلك. أولا يجرب وضع الركض ويضغط عليه بقدمه، بعد ذلك يضربه بمضرب ذباب من أبعد ما يمكن على أمل أن تحدث المسافة فرقا في وقت ركضه. لا ينجح أي من هذه المحاولات، ولا حتى سحبها بحبل أو استخدام بالهواء الذي ترسله المروحة. خطته التالية هي الصعود إلى العربة ودفعها بعد الضغط على الزر، ولكن بعد عدة محاولات يتقبل أنه ببساطة لا يستطيع التحكم بها. ما يحتاج إلى فعله هو إيجاد طريقة لإبقاء طرف الزر لأسفل. يضع المزهرية الضخمة فوقها، لكن الزر يتمكن من الصعود مرة أخرى، لذا يصل الرجل إلى استنتاج أنه يحتاج إلى ملء المزهرية لجعلها أثقل. أولا يجرب زر الماء، لكن الأمر لا جدوى منه، بغض النظر عن مدى جهده لإعادة توجيه الماء فإنه يسقط عليه فقط ولا يسقط في أي مكان آخر. تتضمن محاولته التالية ملء المزهرية بالسوشي، لكنه يصبح ثقيلا جدا لدرجة أنه لا يستطيع حتى رفعه، كما أن عنق المزهرية ضيق جدا بحيث لا يمكن ليده المرور من خلاله، لذلك ليس أمام الرجل خيار آخر سوى استخدام عيدان تناول الطعام وإزالة مجموعة من السوشي قطعة قطعة. وبعد لحظات، وبعد أن أبعد نفسه بما فيه الكفاية، تمكن بالكاد من التقاط المزهرية، ففعل ذلك بالضبط ووضعها أقرب إلى الأزرار. عندما وصل إلى هناك
وجد نفسه مضطرا إلى وضع المزهرية على الأرض لأنه نسي الزر مرة أخرى، وعندما حاول الضغط عليه خرج رجل القبيلة الإفريقي واصطدم بالمزهرية عن طريق الخطأ، مما تسبب في تشققها وانكسارها إلى نصفين. أدى هذا إلى دفع الرجل إلى الهياج، والذي بينما كان يذعر ويصرخ بلا توقف وجد الزر الصحيح وبدأ في تغطيته بالسوشي. بالطبع لم ينجح هذا أيضا، وظهر العضو الصغير بين الأرز. ثم حاول الرجل تغطية الزر بشريط لاصق، ثم شريط لاصق بالإضافة إلى لوحة معدنية، لكن لا شيء ينجح. بعد تناول بعض الحبوب المسكنة للتعامل مع الألم الناجم عن الباب الذي في كل مرة يضربه فيها، وأخذ قيلولة أيضا، أراد الرجل غسل أسنانه، لذلك ضغط على زر للحصول على الماء، ولكنه كان الزر الخطأ، وكشف هذا الزر عن حبل يسقط من السقف. هذا يحسن مزاجه على الفور لأنه يعطيه فكرة عن خطة جديدة، وهي أن يفتح الباب ثم يستخدم الحبل ليتأرجح عبر الغرفة ويصل قبل أن يغلق الباب. للأسف عندما يحاول فتح الباب خلف الحائط المزيف يكتشف أنه مقفل. يعود إلى الغرفة في الوقت المناسب قبل أن يغلق الباب، على الرغم من أنه تمكن من إصابته في طريقه للخروج على أي حال، وفي إحباط يركل الحائط، مما يؤدي إلى تنشيط أحد الأزرار ويكشف عن المفتاح العائم في منتصف الغرفة. وكما يحدث مع الباب يختفي عندما ينشط الزر مرة أخرى، لذلك يجب على الرجل إيجاد طريقة لإبقاء المفتاح في الغرفة والباب مفتوحين. ومع ذلك يحتاج أولا إلى العثور على الزر مرة أخرى لأنه نسى مكانه. من خلال ملاحظة المكان الذي قام فيه بركل الحائط اختار زرا، ولكن يخرج كلب من الحائط ينبح عليه. يحدث نفس الشيء مع الزر التالي، ولكن لحسن الحظ تنجح المحاولة الثالثة. وبينما يحافظ الرجل على تركيزه على الزر ويده تشير إليه، يمشي إلى الخلف ويمسك بسمكة سوشي ويأخذها إلى الحائط ليضع علامة على الزر الصحيح، ولكن عندما يضغط عليها يخرج الكلب مرة أخرى. هذه المرة يجد الزر بشكل أسرع ويمضي في خطته، فيجعل الحبل يظهر ويتأرجح عليه للوصول إلى الأزرار المختلفة، لكن هذا لا يزال غير كافيا. وبينما يسقط على الأرض يرى مكبسا حصل عليه من أحد الأزرار العديدة، ويحصل على فكرة حول كيفية حل مشكلته الصغيرة. يمكنه استخدام المكبس للمس الحائط ودفع نفسه إلى أبعد من ذلك. بعد محاولة واحدة فاشلة تسير الخطة بسلاسة، والجمع بين التأرجح على الحبل ودفع نفسه بالمكبس يسمح له بالضغط على مفتاح الزر، والاستيلاء على المفتاح، والضغط على زر الباب، والوصول إلى الباب قبل إغلاقه. لا يهدر الرجل الوقت ويدخل المفتاح في القفل ويديره بسرعة، ولكن عندما يحاول فتح الباب يجد مفاجأة سيئة. هناك قفل منفصل في الأعلى يتطلب 3 أرقام لفتحه. يندفع الرجل للخارج ويصطدم بالباب أثناء إغلاقه، وفي إحباط يرمي المكبس على الحائط المقابل، مما يؤدي إلى تنشيط الزر الذي يطلق سراح رجل القبيلة الإفريقي. وبينما يراقبه يمر يدرك شيئا، هناك 3 أرقام مرسومة على جبهته، والتي يجب أن تكون التركيبة التي يحتاجها. نظرا لأن الوقت خلف الباب محدود، يمر الرجل بعملية التأرجح على الحبل والقفز 3 مرات، مرة لكل رقم يجب إدخاله. في المرة الثالثة يبقى هناك ويفتح الباب، الذي يكون عالقا بعض الشيء ويجب عليه الدفع بقوة إضافية لفتحه. عندما يتمكن أخيرا من القيام بذلك يتم إغلاق الحائط خلفه، مما يتركه محاصرا وبدون مساحة كافية لإكمال فتح الباب. يجلس الرجل مدمرا على الأرض ويبدأ في البكاء، متذكرا كل المرح الذي قضاه مع الأشياء التي حصل عليها من الأزرار. لقد كان محبوسا هناك أيضا، ولكن على الأقل كان لديه مساحة للتحرك والترفيه، والآن أدرك أنه لم يقدر ما كان لديه عندما كان بإمكانه ذلك. فجأة يشعر بهواء بارد على وجهه قادم من الحائط الأيسر. بمجرد أن يلمسه يجد شقا يشير إلى أنه مزيف. لا يهدر أي وقت ويدفع اللوحة لفتحها قبل أن يركض خارجا من هناك، وسرعان ما يصل إلى ممر غامض أعلى منطقة مظلمة تماما. يبدو وكأنه سيقضي الباقي من عمره في الركض نحو المخرج، وعندما يصل أخيرا إلى غرفة يكون شعره أطول وألوان بيجامته قد بهتت. هذه الغرفة فارغة أيضا، والباب الذي دخل منه يغلق بمجرد دخوله، ولكن بدلا من الملائكة الصغار يوجد هنا ملائكة بالغون يختفون أيضا في الحائط ولا يتركون سوى أعضائهم لاستخدامها كأزرار. هذه هي المرحلة المعروفة بالممارسة. في هذه الأثناء في مدينة بالمكسيك تشعر عائلة الصغير أنطونيو بالقلق لأن الأب المصارع المعروف باسم إسكارجو مان يكون صامتا أكثر من المعتاد. تعتقد زوجته أن السبب في ذلك قد يكون لأن الخصم التالي أصغر منه سنا بكثير، لكن الجد يشير إلى أن ما يهم هو الخبرة وليس الشباب.
يتم نقل إسكارجو-مان من قبل ابنته الأخت كارين في شاحنتها وتقوده إلى حلبة المصارعة حتى يتمكن من البدء في الاستعداد مبكرا، والذي يتضمن تغيير الملابس والصلاة. وفي المدرسة يتعرض أنطونيو للتنمر من قبل زملائه في الفصل بسبب المراهنة على إسكارجو-مان، ويصفونه بالخاسر الضعيف. مع اقتراب موعد بدء المباراة تأخذ الأخت كارين شاحنتها مرة أخرى وتقل أنطونيو وجدهما لتأخذهما لمشاهدة إسكارجو-مان في العمل. لكن كارين لا تبقى، ويجد أنطونيو وجده بعض المقاعد الأخيرة لأنفسهما قبل بدء العرض مباشرة. أول فريق يدخل الحلبة هو نورذرن كاف وانز، المكون من سوبر ديمون وتيكيلا جو. ثم يأتي إسكارجو-مان وشريكه سيلفر إيجل تحت اسم الفريق كسمي إيهلات. كان سيلفر إيجل أول من يقاتل من أجل فريقه ببداية رائعة، لكنه سرعان ما تغلب عليه عندما قاتله فريق نورذرن كاف معا بدلا من القتال 1-1. استمروا في الإشارة إلى إسكارجو-مان وطلبوا منه الانضمام إلى القتال، لكنه رفض ذلك حتى قام سيلفر إيجل بحيلة لجعل سوبر ديمون وتيكيلا جو يضربان بعضهما البعض، مما سمح له بالهروب. وسرعان ما تغلبوا على إسكارجو-مان أيضا، ولكن عندما كان خصمه على وشك ضربه بكرسي، ضغط الرجل في الغرفة الغامضة على زر عضو وتسبب في قيام إسكارجو-مان بمد رقبته بطريقة سحرية وإسقاط الخصمين بضربة برأسه. في الغرفة لم يحدث شيء مما لفت انتباه الرجل، لذلك استمر في الضغط على نفس الزر، مما تسبب في إسقاط إسكارجو-مان لسيلفر إيجل والحكم وأنطونيو وحتى الجرس. بعد عدم رؤية أي نتائج، بدأ الرجل في تجربة أزرار مختلفة، تسبب أحدها في نفخ مغني فرقة ميتال النار فوق جمهوره أثناء حفل موسيقي في لوس أنجلوس، والأخرى تجعل ساحرا روسيا يفشل في خدعته عندما يحاول إخفاء مساعده، والثالثة تجعل رجلا في الصين ينبح على كلابه. يكاد الرجل يستسلم عندما يرى بعض الضوء قادما من الأعلى ويلاحظ أنه على عكس الغرفة الأخيرة لا يوجد سقف هنا ويمكنه رؤية الملائكة تحلق في المسافة. يقرر تجربة شيء جديد تماما هذه المرة، بدلا من الضغط على أزرار الأعضاء سيستخدمها لتسلق الجدران. ينجح الأمر، وفي كل مرة يمسك فيها زر بيديه أو يخطو عليها بقدميه يحدث شيء مذهل على الأرض، من نمو الزهور إلى موت فيل. كلما ارتفع أصبحت التأثيرات أكثر تعقيدا، لم تعد الطبيعة فقط، بل هناك أيضا الإنسانية والأشياء الصغيرة والكبيرة، مثل محمصة الخبز والهبوط على القمر. بحلول الوقت الذي يصل فيه إلى القمة، كان شعر الرجل ولحيته قد نما طويلا، ولم يعد بحاجة إلى التمسك بالحائط بعد الآن يمكنه أن يطفو أيضا، تماما مثل الملائكة، وباستخدام كل خبرته المكتسبة من التدريب في الغرف السابقة، يحتضن دوره كإله ويبدأ في اختيار أكبر ضربات البشرية عن قصد بدلا من الضغط على الأزرار عشوائيا. وبحلول الوقت الذي ينتهي فيه، يكون محاطا بالريش بدلا من الجدران، ويدخل بوابة متوهجة تأخذه إلى الغرفة الأخيرة. تحتوي هذه الغرفة على القارات على جدرانها وزر عضو ضخم يوشك الرجل على الضغط عليه. هذه هي المرحلة المعروفة بالمستقبل. تأكد من الاشتراك وتشغيل الإشعارات حتى تتمكن من مشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو مثل هذا. شكرا لك على المشاهدة.